السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن التشات بوت. قبل ما نتكلم عن التشات بوت خلينا نرجع كده نريكاب، ناخد معلومة سريعة أو نتذكر المعلومات كده سريعا. كنا خدنا recommendation system، يعني قبل التشات بوت كنا خدنا حاجة اسمها recommendation system، وخدنا كمان اللارج language model. طيب ايه recommendation system؟ أول حاجة، طيب recommendation system لو نفتكر مع بعض، أو إن أول حاجة إن هدفه الأساسي إن هو يتوقع إيه المحتوى أو المنتج اللي ممكن يهم اليوزر بناء على إيه؟ بناء على مجموعة من البيانات وتفضيلات سابقة. يعني إيه تفضيلات؟ لما أنت مثلا تشوف فيلم قبل كده فتعمل له فوتنج أو تعمل له رانكينج أو تعمل له يعني تديله مثلا الفيلم ده والله 4 من 5، تمام، على أي ويب سايت زي نتفليكس أو شاهد أو أيا كان. فالتفضيلات دي الأنظمة بتستخدم بقى، بتاخد البيانات دي والتفضيلات دي وتستخدم مجموعة من التكنيك، زي حاجة اسمها content based وحاجة اسمها collaborative based. احنا خدنا الفرق ما بين الكونتنت والكولابريتيف. قلنا الكونتنت بيعتمد على خصائص البرودكت نفسه، يعني بيتكلم عن البرودكت نفسه، لكن الكولابريتيف انا قلت لكم ان هو بيعتمد على سلوك اليوزرز الاخرين. وفي كمان النوع الثالث اللي هو الهايبرد سيستم. فريكومنديشن سيستم بيستعمل تكنيكس، يا اما كونتنت بيزد ده بيعتمد على خصائص البرودكت نفسه، كولابريتيف فلترنج بيعتمد على سلوك المستخدمين الآخرين، يا إما هايبرد اللي هو بيبقى مزيج من الطريقتين دول مع بعض. ودي كانت البداية لفكرة إزاي السمارت سيستم أو النظام الذكي بيتفاعل مع اليوزر. دي كانت البداية. طب ندخل بقى بعدها دخولا على اللارج لانجوج موديل. إيه اللارج لانجوج موديل؟ إحنا قلنا أول حاجة الراجل ده عنده مجموعة من الداتا سيت كبيرة جدا جدا جدا. طب ايه اللارج لانجوج موديل؟ احنا قلنا اول حاجه ان هو زي ايه، زي جي بي تي وزي بيرت، بقى بيغير شكل التفاعل ده بالكامل. النماذج دي مبنية على حاجة اسمها ترانسفورمر. يعني ايه ترانسفورمر؟ ترانسفورمر دي يعني اركتشر في الاي اي، ده غير مجال النيورال لانجوج بروسيسنج خالص. قدمتها جوجل سنة 2017 في بحث اسمه attention is all you need. attention، خلي بالكم من كلمة attention. فمعنى كده ترانسفورمر الفكرة الأساسية بتاعته بيستعمل attention mechanism. يعني ايه attention mechanism؟ يعني مثلا دلوقتي بدل ما اي تكنيك قديم زي مثلا ال LSTM بيركز على كلمه كلمه، بيقرا الجمله كلها مثلا اللي انت مديها له، بيقراها كلمه كلمه. لا، انا بقول لك بقى في الترانسفورمر بيعمل ايه؟ بيعمل اتنشن. يعني ايه اتنشن؟ يعني بيركز على الكلمات المهمه في التكست اللي انت مدخله له كله في نفس الوقت. يعني بيعمل باراليل، بيشتغل باراليل، يعني في نفس الوقت بيقرا النص اللي انت عامله كله، بيركز على الكلمات المهمه في نفس الوقت. فدلوقتي هيفهم الكونتكست، الكلام، السياق، او هيفهم سياق الحديث، انت بتتكلم عن ايه. والله عمال بتحكي له عن منتج العربيات مثلا، فهو هيبقى فاهم ان انت بتتكلم عن السياق اللي هو مثلا سوق العربيات. بيعمل قلنا باراليل تريننج، بيعمل تدريب موازي. دي فكرة الترانسفورمر، احنا بنتكلم دلوقتي عن الترانسفورمر. وكمان اداؤه بيبقى افضل كتير من الطرق القديمه زي مثلا ال اس تي ام او الار ان ان. طب ايه الموديلز المبنيه على الترانسفورمر دي؟ الموديلز المبنيه عليه حاجه زي البيرت. بيرت جوجل اللي عملتها، ده ممتاز في ايه؟ في الكلاسيفيكيشن وفي الكويشن اند انسر. موديل تاني زي الاوبن اي اي عملته جي بي تي، قصدي موديل تاني جي بي تي عملته شركه اوبن اي اي، ده ممتاز لتوليد النصوص. ما هو كل موديل بيبقى متميز في حته، فانت على حسب انت عايز الويب سايت او الخدمه اللي انت عايزها او الموديل اللي انت عايزه يعمل لك ايه بتختار. في انواع اخرى زي الديستلي بيرت، زي ال ام اي، ما مش مشكله، ما مش ملناش علاقه بيهم دلوقتي. طيب احنا عايزين نعرف الترانسفورمر ده، الترانسفورمر بيشتغل ازاي. يعني خلينا نقول سريعا كده لو حد عايز يفهم الترانسفورمر، الترانسفورمر بيشتغل ازاي. الترانسفورمر بيشتغل ازاي؟ خلينا كده نبسط فكره الترانسفورمر خطوه بخطوه كده من غير ما ندخل في تعقيدات رياضيه زياده عن اللزوم. ايه المشكله اللي بيحلها الترانسفورمر؟ انا قلت قبل الترانسفورمر كان في موديلز قديمه او في تكنيكس قديمه لمعالجه النصوص، زي الار ان ان او ال اس تي ام اللي هي لونج شورت تيرم موديل. مشكلتهم ايه؟ بيعتمدوا ان هم بيمشوا خطوه خطوه على التكست، فبالتالي هم بطيئين جدا. بيصعب عليهم ان هم يفتكروا المعلومات في الجمل الطويله. يعني مثلا لو اديته جمله طويله وهو ماشي عليها كلمه كلمه عقبال ما يوصل للنهايه، مش هيبقى فاكر اصلا في الاول في ايه. الترانسفورمر عملت ايه؟ زي ما قلنا الترانسفورمر
قدامها كلمة attention زي ما جوجل قالت في البحث بتاعها attention is all you need، ده اسم البحث سنة 2017، جه عشان يحل الموضوع ده. فالترانسفورمر يعني attention، يعني ايه attention؟ يعني بيركز على الجزء المهم في التكست اللي انت مدخله له، وبالتالي يقدر يشوف الجملة كلها مرة واحدة ويفهم الكونتكست بسرعة جدا. فبيعتمد على فكرة قوية اسمها attention، وقلنا ان هو سريع جدا عشان بيستعمل البراليزيشن او بيشتغل بالتوالي كله مع بعض. ايه المكون الاساسي بقى في الاتنشن؟ لو بصينا عند الصوره كده في حاجه اسمها انكودنج وحاجه اسمها ديكودر. طيب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ مثلا لو قلت البنيه العامه بتاعته او ترانسفورمر بيتكون من الديكودر والانكودر، فمثلا لو الترجمه او بس الانكودر زي بيرت، وفي ديكودر زي جي بي تي. الانكودر بيعمل ايه؟ الانكودر بياخد النص ويمثل كل كلمه في صوره فيكتور. الانكودر بياخد النص ويحط كل كلمه فيه في فيكتور، مع مراعاة الكونتكست بتاعها، يعني السياق بتاعها على حسب أهميتها بيحط لها والله انت ليكي بريوريتي فاديكي رقم عالي، ولا مالكيش بريوريتي فخلي الرقم بتاعك الفيكتور بتاعك امثله في ارقام قليله. الديكودر بيعمل ايه بقى؟ بيولد نص جديد خطوه بخطوه، زي كانك مثلا بترد على سؤال او بتكمل جمله. فدلوقتي انا عندي الانكودر زي بيرت، والديكودر زي جي بي تي. طيب كل طبقه في الانكودر والديكودر، انا ما جبتلكوش صوره معقده، انا جبت صوره بسيطه جدا، بس في صور كتير وانا ما حبيتش اعقد الدنيا علشان بس نفهم الترانسفورمر بشكل عام. لكن اللي عايز يكمل فيه ممكن يسرش عليه ويشوف الصور بتاعته ويشوف كل خطوه خطوه بتمشي ازاي. طيب احنا قلنا كل طبقه في الانكودر والديكودر دي بيبقى فيها حاجه اسمها مالتي هيد اتنشن. ده بيسمح للموديل بتاعك ان هو يركز على الريليشن المختلفه ما بين الكلمات في نفس الوقت. يعني لما تقول له جمله يبقى فاهم ايه علاقه كل كلمه بالكونتكست ده، يبقى فاهم الريليشن، علاقات الكلام ببعضه، ما يترجمهاش ترجمه حرفيه كل كلمه لوحدها، لا ده هو فاهم الكلمه دي للي قبلها ايه وللي بعدها ايه. طيب كل طبقه كمان، احنا قلنا كل طبقه من الانكودر والديكودر فيها حاجه اسمها مالتي هيد اتنشن، فيها حاجه اسمها كمان فيد فورورد نتورك. انا ممكن ازود لكم الصوره دي افضل. طيب لو بصينا للصورة دي كده، بصوا كده هتلاقوا عندكم حاجة اسمها residual connection and layer normalization، وفي حاجة اسمها feed forward network، وعندي الانكودر والديكودر، وعندي هنا برضو الفيد فورورد نتورك. طيب هنقول الثلاث يعني او كل طبقة في الديكودر والانكودر احنا قلنا بتتكون من ثلاث حاجات. اول حاجة اسمها مالتي هيد اتنشن. مالتي هيد اتنشن اللي انتوا شايفينها هنا وهنا دي مالتي هيد اتنشن. بتعمل ايه؟ بتسمح للموديل بتاعك ان هو يركز على الريليشن المختلفه ما بين الكلمات في نفس الوقت، لان هو شغال بارلل. في حاجه اسمها فيد فورورد نتورك او فيد فورورد نتورك هنا في كل انكودر وفي كل ديكودر. انا قلت الحاجات دي موجوده في الانكودر وفي الديكودر كمان. بتعمل ايه؟ فيد فورورد نتورك دي بتعمل ايه؟ هي عباره عن شبكه بسيطه بتعالج الاتنشن. احنا ملناش دعوه بالصوره دي كلها، انا بس عايزين ايه يعني ملخص كده منها. طب عندي الريزادوال كونكشن واللاير نورماليزيشن دي عباره عن ايه؟ دي علشان تثبت التدريب، التريننج اللي هو عمله دي تثبته. طيب خلينا نقول كده الخطوات اللي هو بيمشي عليها. اول حاجه احنا قلنا بيحول الكلمات يحولها لارقام، فبيعمل عمليه اسمها الامبيدنج، بيحولها لارقام عشان يخزنها بعد كده في فيكتور. وبعد كده بيضيف حاجه اسمها البوزيشنال انكودنج، يعني عشان الموديل ده مش بيمشي بالتسلسل فلازم يبقى عارف ترتيب الكلمات لان هو شغال بارلل. وبعد كده بيعمل اتنشن لاير، يعني بيمررها عبر الاتنشن لاير دي كل كلمه تشوف باقي الكلمات وتحسب علاقتها بيهم، وبالتالي الناتج النهائي يطلع لك ايه؟ بيستخدم لفهم النص، او بيعمل كلاسيفيكيشن، او يعمل لك جنريشن لنص جديد. ده الناتج النهائي. احنا قلنا امثله عليه زي ايه؟ زي البيرت ده الانكودر بيستعمل في فهم النص. الجي بي تي الديكودر ده عشان يولد لك نص جديد ان انت تكتب مثلا ارتكل او تعمل تشات بوت كمان بيه. في تطبيقات طبعا زي بارت ده انكودر وديكودر الاثنين مع بعض، فبيستعمل في الترجمه والتلخيص وهكذا. تمام. فاحنا كده عرفنا ببساطه، احنا كنا عايزين نفهم ببساطه الانكودر والديكودر او ترانسفورمر يعني شغاله ازاي في اللارج لانجويج موديل. طيب نروح بقى للتشات بوت. نبدا بقى في التشات بوت بتاعنا النهارده اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده. اول حاجه احنا يعني ايه تشات بوت؟ هو برنامج بيحاكي الكونفرزيشن بتاعت الهيومن كونفرزيشن، يعني المحادثه البشريه، انا وانت كده بنتكلم مع بعض سواء في الكتابه او الصوت.
الاثنين. طيب هو ليه نوعين اساسيين، نوع اسمه رول بيز ونوع اسمه اي اي بيز. طب الرول بيز بيعتمد على سكريبتات وقواعد بسيطه، يعني قاعده بسيطه كده، والله اليوزر قال لك اكس رد عليه قول له باي. طب النوع الثاني لا، ده اي اي بقى، انا هدخل هنا تكنيكس زي النيورال لانجوج بروسيسنج زي الماشين ليرنينج وهستعملها معاه. طب ايه اهم مميزاته؟ اول حاجه ان هو دعم سبورت اليوزر او العملاء 24 ساعه على مدار السبع ايام، بيقلل التكاليف التشغيليه. يعني مثلا بدل ما تجيب حد يقعد يرد على استفسارات العملاء، انت عندك مثلا مجموعه من الاسئله جاهزه انت مرن الموديل عليها، والله دخل قال لك كلمه اوردر فرد عليه يقول له طب اديني الاي دي، والله قال لك الريفاند فرد عليه بالبوليسي بتاعه الشركه بتاعتك، وهكذا. طيب إيه التطور الكبير بقى اللي حصل؟ خلينا نتكلم كده على الايفالويشن كده سريعا. ايه التطور الكبير اللي حصل لما دمجنا الشات بوت مع ال ام، مع ال ام اللارج لانجوج موديل؟ بقى عندي بوت او تشات بوت بيفهم سياق الكلام، عنده هيستوري يعني عنده ذاكره، بيفتكر انت كنت بتكلمه في ايه والله ويرد عليك. ما يجيش كل مره يفتح معاك محادثه من الاول ويقول لك ويطلب منك نفس البيانات من الاول. بيعرف يجيب كمان معلومات من مصدر خارجي زي ما شرحنا المره اللي فاتت، زي ان انت ترفع له ملف او داتابيز، وده اللي بنسميه الراج. لو تفتكروا احنا شرحناه السيشن اللي فاتت، شرحناه باستفاضه شويه، اللي هو retrieval augmented generation. retrieval augmented generation. طيب بعد ما عرفنا الايفالويشن بتاعت التشات بوت، خلينا دلوقتي يعني احنا قلنا كمان ان في تايبس بتاعت التشات بوت، قلنا ان هي اما رول بيزد يا اما اي اي. بصوا كده الرول بيزد بتعمل ايه؟ هلو وات ار يو انترستد ان، والله لو اخترت برايسنج فهو مثلا قال لك اكس فرد عليه قول له واي، تمام. برايسنج قال لك شيبنج رد عليه قول له مثلا اي حاجه تانية. اوردر ستيتس فرد عليه. فهي رول بيزد زي المثال اللي هنشوفه دلوقتي بالظبط. لكن الاي اي بيعمل ايه؟ لا ده بيجنريت كلام، بيجنريت كلام وبيفهم الكونتكست ده وبيجنريت كلام من عنده، يا اما بيجيبه من دوكيومنت انت اوريدي رفعته. طب رول بيزد، خلينا كده نشوف مثال على الرول بيزد. بصوا كده الرول بيزد، اول حاجه الادفانتج بتاعته ايه؟ اول حاجه هو فاست سيمبل، لكن الليميتيشن لا، هو اي جمله جديده انت عايز تساله عليها ومش هيعرفها. بصوا كده مثال على ايه؟ ادي الرولز وادي التراي. طيب الرولز ايه؟ والله لو جت كلمة هلو في التكست او كلمة هاي رد عليه قول له هلو هاو كان اي هيلب يو توداي. طب لو جالك كلمة اوردر او كلمة ستيتس رد عليه بليز بروفايد يور اوردر نمبر. والله طب لو قال لك جالك اي نمبر ده في التكست، فروح عليه قول له ان الاوردر رقم كذا كذا هيتشبد، هيتم شحنه في خلال مثلا وهيوصل في خلال كذا. طب لو جالك كلمة ريفاند رد عليه قول له كذا كذا كذا. شايفين؟ اف إلس اف إلس اف إلس اف إلس اف لحد في الاخر إلس. والله لو قالك بقى حاجه تانية جديده I don't understand. can you rephrase؟ والله ممكن تقول لي حاجه تانية او عيد كتابتها. بس كده. وجربنا احنا تحت على الامثله دي مع بعض وشفناها على جوجل كولاب. خلينا بقى نشوف مثال تاني على هاجينج فيس او على ترانسفورمر، ونستعمل براكتيكال اكزامبل ان احنا نعمل كويشننج او فريكوينت انسر كويشن تشات بوت. يا اما عندي تو اوبشن، يا اما استعمل الاوبن اي 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 بي اي، وده طبعا الموست رياليستيك. طيب احنا قلنا عندنا لو هنستعمل اكزامبل ان احنا نعمل مثلا frequent answer question chat bot، انا عندي تو اوبشن استعملهم علشان اعمل المثال ده. اول اوبشن يا اما اللي هو الموست رياليستيك اللي هو الحقيقي واللي بيحصل في الويب سايت الحقيقيه، يعني على اي ويب سايت، ان انت تستعمل حاجه اسمها لونج تشين مع اوبن اي 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 بي اي، وده الموست رياليستيك، ده اللي بيستعمل حقيقي. طب يعني ايه اصلا الكلام المكتوب قدامنا ده؟ يعني ايه اوبن اي 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 بي اي؟ اوبن اي اي دي شركه اوبن اي اي. اي بي اي ان هي تديني كي او مفتاح ان انا استعمله، او بتخليني استعمل موديلات اللي هي عاملاها شركه اوبن اي اي في الكود بتاعي، ان انا استدعي منها موديلز استعملها بتاعي. فلازم تديني اي بي اي، لازم اجيب من شركه اوبن اي اي، لازم اجيب منها باس كي او مفتاح كده يخليني استعمل الموديلز دي اللي اسمه الاي بي اي. طيب الاي بي اي ده بيعمل ايه؟ ببساطه كده بيجمع الشات كومبليشن. يعني
يعني إن هو يعرف يختار موديلات حديثة زي مثلًا GPT-4 4o، إن هو يقدر يكتب أو يفهم الحاجات الMultimedia اللي هي مثلًا لو حطيت صور أو هكذا. طيب بيعمل إيه تاني؟ ده الAPI. طب إيه الLanguage Chain ده؟ يعني إيه Language Chain؟ هو عبارة عن framework بيخلّيك يعني أو بيساعدك إن أنت تبني الmodel في الlarge language model. فهو عبارة عن framework. بيعمل إيه الframework ده؟ أو حاجات زي اللي بيعملها زي إيه مثلًا؟ زي إن هو يعرف يربط لك الmodel ده بPDF أو بdocuments أو بdatabase أنت عايزه ياخد منها بيانات، أو إن هو يعمل لك مجموعة من الsteps أو الخطوات كده، ان انت مثلا ازاي تعمل برومبت، ازاي تطلع منه معلومات، ازاي تعرف تانسر، ازاي تعرف تفكر فيه وهكذا. ان هو كمان يضيف لك هيستوري او ميموري علشان يتذكر السياق بتاع الحوار. وان هو كمان يشغل لك ادوات او تولز زي ايه مثلا، زي ان انت تعمل سيرش، زي ان انت تعمل طلب معين وهكذا. فدلوقتي لانج تشين ده عباره عن فريم وورك بينظم لك كل الكومبوننت او كل المكونات حوالين اللارج لانجوج موديل اللي انت بتستعمله، علشان يتحول من موديل نصي لتطبيق شغال شات بوت بيعمل لك سبورت ومساعد وتبحث فيه ويرد عليك بكل حاجه انت عايزها. تمام. وهو كمان هو اصدار بايثون على فكره وجافا سكريبت، يعني هو مكون من حاجتين اتنين، بايثون وجافا سكريبت. يبقى ده كده الاختيار الأول قلنا إن أنت تستعمل فريم ورك ومعاه اي بي اي، أو الاختيار التاني إن أنت تستعمل ترانسفورمر من شركة هاجينج فيس، وده بيبقى فري لكن هو ليس باورفول، هو مش قوي قوي. وده اللي احنا للأسف هنشوفه عملي دلوقتي علشان الاي بي اي مش بسهولة إن احنا نعرف نلاقيه. خلينا طيب نبص على الاكزامبل ده. احنا قلنا ان احنا دلوقتي عايزين نعمل يعني كود بسيط بيبني لك question وانسرنج chat bot ستايل، بيستعمل مكتبة الترانسفورمرز من اللي هي من شركة هاجينج فيس. طيب بيعمل ايه؟ اول حاجة ان هو بيحمل المكتبة، يعني سريعا كده على الكود، ان هو بيعمل import لللايبراري او للمكتبة اللي اسمها ترانسفورمر، بيجيب منها حاجة اسمها بايب لاين دي عبارة يعني اول حاجه هي مكتبه جاهزه فيها موديلات نيورال لانجوج بروسيسنج بري تريند، يعني هي مدربه مسبقا، بري تريند، موديلات متدربه قبل كده هو بيستدعي منها. طيب البايب لاين بيدور على موديل اسمه، بما ان انا عايزه اشتغل كويشننج اند انسرنج، بيدور على موديل اسمه كويشن انسرنج بايب لاين، بيديها للبايب لاين. وفي الغالب دي بتستدعي موديل اللي اسمه ده. انا بقول لك هات الموديل اللي اسمه ده. طب الموديل اللي اسمه ده بيشتغل لك questioning and answer، بتدي له حاجه اسمها الفريكوينت انسرنج كويشن كونتكست. انت بتدي له الكونتكست او النولج بتاعتك، وممكن هنا ترفع له ملف بي دي اف، بلاش مثلا تدخله له تكست كده، ممكن ترفعه له ملف بي دي اف وهو يدخل يجيب منه الاجابات اللي انت عايزها. طيب دلوقتي بتقول له questioning بايب لاين، لو هو سالك سؤال وات از ذا ريفاند بوليسي، روح دور على الريفاند بوليسي في الكونتكست ده. هو questioning and answering، هيروح يدور على الكونتكست اللي انت دخلته، والله هيلاقي الريفاند بوليسي اللي هي فين. refund can be requested within 30 days of purchase. طيب سؤال تاني how long does delivery هنلاقي هنا كلمة delivery مثلا، delivery من 3 ل 5 أيام وهكذا. فدلوقتي هو بيتعرف على الكونتكست بتاعك، فيبقى ده النولج بتاعته. الكونتكست ده هو ده النولج بتاعته اللي بيجيب منها البيانات. فده الوقت ده مكتوب نص بيشرح السياسات او البوليسي بتاعه المتجر بتاعك، فبيعتبر ده المصدر اللي هو بيجيب منه اجابات خلاص. طيب الموديل ده بيعمل ايه؟ بياخد الكونتكست والكويشن مع بعض، بياخد الكونتكست اللي انت اديته له ويحط عليه الكويشن كمان ويرجع لك نص مناسب، مثال زي اللي احنا قلنا عليهم المثالين اللي تحت دول بالظبط. طيب النوع التاني احنا استعملنا النوع الفري، لكن قلنا ان هو less powerful، هو مش قوي قوي. طب النوع التاني ان انت تستعمل حاجه زي الباس كي. بصوا كده المثال ده جيت باس. انا بروح على شركه، على الويب سايت اللي هو بتاع اوبن اي اي، بروح على الشركه وبطلب باس كي او اي بي اي كي فور فري. ساعات هو بيديهولك للمره الاولى مجانا وبيديلك وقت تستعمله فيه، مثلا وقت قليل كده ان انت تجرب فيه كاكاديميك، بس ان انت بتجرب حاجه اكاديميه. بتقول له جيت باس، يعني هنا ده لما بتعمل ران فهو بيطلع لك هنا
تكست بوكس كده تدخل له فيه الاي بي اي كي اللي انت جبته من ويب سايت اي بي اي. فلما بتدخله له بيلاقي ان هو صح فيطبع لك الجمله دي، ثم يدخل بعد كده يستعمل من اي بي اي الموديل خلاص. يبقى دلوقتي سهل ان هو يستعمل. هو دخل لي دلوقتي تكست، يعني طلع لي تكست بوكس ادخل فيها هنا الاي بي اي اللي انا جبته من اوبن اي اي. لما ادخله فيها هنا، ده معنى الاي بي اي، اقدر ساعتها ان انا استعمل موديل من شركه اي بي اي هنا، ويبقى واجهه ليا ان انا استعمله بعد كده في الشات بوت بتاعي او في الويب سايت بتاعي بعد كده في الموديل اللي انا بعمله. ابلكيشن طيب للتشات بوت زي ايه؟ كلنا بقينا بنشوفها دلوقتي في اي ويب سايت تقريبا احنا بندخله. يعني مثلا لو دخلت على الويب سايت بتاع فودافون او اورنج او اتصالات، او ويب سايت مثلا بتاع خدمة الانترنت بتاعتك، او ويب سايت بتاع education، دخلت تدور على كورس معين هتلاقي فيه تشات بوت على طول. يعني في الجنب كده على طول علامة التشاتنج، يقول لك ايه تشات بوت لو عايز تكلم حد يعني للسبورت او كده. وتلاقي اوريدي اوتوماتيك تشات بوت شغال، قلنا على مدار ال 24 ساعة في السبع ايام. زي ايه؟ زي الكاستمر سيرفيس، زي الاي كوميرس، education، organizations، اي تي سبورت، هيلث اند فاينانس كمان. طيب، التايبس بتاعت التشات بوت، اول نوع احنا قلنا عليه الرول بيزد اللي هو اف ايلس، قاعده اف ايلس شويه رولز كده. والله قال لك هلو رد عليه، قول له جريتنج، ريبلاي ويز جريتنج. فده طبعا سيمبل ليميتد جدا، نو اكسترنال نوليدج، ما بيجيبش معلومات من بره. والله انت قايل له اكس، اليوزر قال لك اكس، رد عليه قول له واي، بس كده. النوع التاني حاجه اسمها سيكونس تو سيكونس او الاس تي ام تشات بوت. ده بيعمل ايه؟ بيدرب نفسه على مجموعه من الانبوت وبالتالي يطلع لك اوتبوت. برضه نو اكسترنال، ما بيجيبش حاجه من بره. ده بيبقى مناسب فين؟ في الكلوزد دومين. ده بيبقى مناسب في الكلوزد دومين، يعني لو مش بتجيب حاجه من بره. وفي نوع ثالث اللي هو large language model without استعمال الراج، من غير ما تستعمل الراج. وده بيجنريت الموديل، لكن ممكن يحصل hallucination كده في النص، ممكن يألف كده في النص او يجيب اي كلام. وفي النوع الرابع اللي هو تشات بوت وذ الراج، وده احسنهم واجملهم. ليه؟ لان هو بيجيب لك معلومات من نوليدج عنده حقيقيه. يعني والله انت رافع له داتابيز، رافع له دوكيومنت. بصوا كده الصوره دي، راج ده يعني ريتريفال، او كل حرف ار ريتريفال، يعني هو بيجيب معلومات من مكان. اوجمنتد يعزز بيها اللارج لانجويج موديل، وبعد كده جنريشن يطلع لك ريسبونس. ده راجل محترم جدا، ده بيشتغل على نطاق واسع قوي. يعني انت عندك البرومبت بتعززه او بتديله دوكيومنت ستور، ترجع منه، بتعمل ريتريفال لدوكيومنت تديها لللارج لانجويج موديل. الاثنين مع بعض يعملوا ميكس كده كويس في الخلاط، فيرجع لك ريسبونس او جنريت ريسبونس بيبقى accurate واب تو ديت انسر. اوكي. طب خلينا نعرف بيشتغلوا ازاي كده سريعا. يبقى احنا عرفنا الاربع انواع بتاعت التشات بوت تايبس. اول نوع الرول بيزد اللي هو ابسط نوع، تاني نوع سيكونس تو سيكون او ال اس تي ام تشات بوت، تالت نوع اللارج لانجويج موديل وذاوت الراج، والرابع اللي هو تشات بوت وذ الراج مع استعمال الراج. خلينا نفهم اصلا بيشتغلوا ازاي، يعني التو ابروتش دول. خلينا نتكلم عن الرول بيزد ده اللي بيحصل فيه، وبعد كده اللارج لانجويج موديل. طب لو اتكلمنا عن الرول بيزد، اول حاجه إيه اللي بتحصل في الرول بيزد يعني كاول نوع اللي بيحصل فيه. اول حاجه هو بيحدد لك الانتنت ديتكشن، يعني بيحدد الانتنت، يعني نيه المستخدم. هو داخل يعمل ايه؟ والله داخل يعمل ريكويست، ولا داخل يعمل كومبلين شكوى، ولا داخل يعمل ايه بالظبط. وبتعمل اكستراكت للانتيتيز. انتيتيز زي ايه؟ زي مثلا هو مدخلك الاوردر نمبر، يعني اول حاجه انت بتعرف نيته هو داخل يعمل ايه. تاني حاجه بتعمل اكستراكت للانتيتيز اللي هو مدخلها لك، زي مثلا كمثال الاوردر نمبر. وبعد كده بتستعمل رول او بتعمل انتيتي اكستراكشن. يعني لو في اوردر مثلا اي دي رقم طلب في الجمله، فبتطلع له مثلا باستخدام الاوردر اي دي ده المعلومه، مجموعه من المعلومات. يعني والله كتب كلمه مثلا اوردر ستيتس، فاطلب منه الرقم. لو كتب لك ريفاند زي ما خدنا في المثال العملي من شويه، قول له ازاي مثلا فلوسه دي هترجع له تاني البوليسي على حسب الكونتكست اللي انت كنت كاتبه له. فهنا في النوع ده مفيش ماشين ليرنينج ولا في لارج لانجويج موديل، هو مجرد بس اف ايلس رولز، سريع وبسيط، ولكن قلنا ان هو محدود جدا. طب النوع الثاني بقى اللي هو المودرن ابروتش اللي بيستعمل لارج لانجويج موديل مع الراج بقى، بيعمل ايه؟ او خلينا نتكلم الاول عن السيكونس تو سيكونس.
بيعمل ايه؟ احنا قلنا السيكونس تو سيكونس في انكودر وفي ديكودر. الانكودر بيحول النص ده لكونتكست فيكتور، يعني بيمثله في كونتكست فيكتور، وبعد كده الديكودر بياخد الكونتكست فيكتور ده يطلع منه الرد. طيب بيدربوا على ايه؟ على مجموعه من الاسئله والاجوبه بيرز كده، يعني والله لو جالك سؤال كذا رد عليه باجابه كذا، جالك سؤال كذا رد عليه باجابه كذا، وهكذا. فالنتيجه بتبقى عباره عن تشات بوت بيجاوب على جمل مشابهه للي اتدرب عليها. تمام. طب الانكودر والديكودر اركتشر احنا قلنا خلاص ان هو كونتكست فيكتور، واحنا شرحناه بشكل كويس. طب ايه الفرق ما بين السيكونس تو سيكونس؟ الفرق ما بين السيكونس تو سيكونس ده عن الرول بيزد ايه الفرق؟ سيكونس تو سيكونس بيتعلم من داتا، احنا قلنا ان انت مدخل له تريننج داتا، سؤال في شكل سؤال واجابه. لكن الرول بيزد هو اف إلس بس، مش اكتر من كده، مش اكتر من كده خالص. طب ايه اللونج شورت تيرم ميموري ده اللي انا عماله بقول لكم عليه، ال تي ام؟ لونج شورت ميموري ده هو نوع من انواع الار ان ان، معمول علشان يتغلب على مشكله معينه ويحافظ على سياق طويل من الكلام بيبقى جواه. يعني مش هندخل في التفاصيل دي قوي كده. طيب امتى نستعمل الاس تي ام، ال اس تي ام والسيكونس تو سيكون بدلا من اللارج لانجوج موديل؟ امتى استعمل، يعني امتى استعمل رقم اتنين ده وما استعملش رقم ثلاثة؟ رقم اتنين ده معمول للدومين الصغير، يعني ايه؟ مجرد تحية والله هلو فرد عليه يقول له بكذا، اسئلة ثابتة انت عارف انها بتتسأل على طول على الويب سايت بتاعك، ردود قصيرة، او انك مثلا عايز تشغل اون ديفايس، يعني موبايل مثلا من غير انترنت، يعني حاجة معمولة اوف لاين كده، حاجة صغيرة كده في المحندق كده. طب امتى بقى تستعمل لارج لانجوج موديل؟ لو عندك الموضوع مفتوح شويه ومعقد، يعني في سياق طويل من الكلام عايزه يفضل متذكر الداتا، محتاج ان انت تشرح اكتر فيه، تعمل تلخيص، تعمل ترجمه. لو انت كمان عايز سرعه وعايز فليكسابيليتي، ولكن ده طبعا هيكلفك تكلفه شويه اكتر شويه. ايه مزايا السيكونس تو سيكونس لونج شورت تيرم ميموري؟ ايه المزايا بتاعت رقم اتنين ده؟ اول حاجه ان هو بيبقى فيه كنترول اعلى، ما بيعملش هلوسينيشن، مناسب جدا للردود القصيره وبتكلفه اقل، وبيشتغل كمان اوف لاين. لكن زي ما قلنا محتاج ان انت تدخله داتا يتدرب عليها، وهتلاقيه بيتكلم معاك في مواضيع يعني محدود قوي في المواضيع العامه، مش هيعرف يجيب لك كلام جديد. اوكي. طيب الريتريفال بقى او اللارج لانجوج موديل مع الراج بيستعمل ازاي؟ يعني خلي بيشتغل ازاي؟ هنقولها كده ايه سريعا، هو بيعمل ايه؟ اللارج لانجوج موديل مع الراج بيشتغل ازاي؟ اول حاجه هو بيقسم لك الدوكيومنت بتاعك لتشانكس كده، يعني مجموعه من الاجزاء، وبعد كده يحول كل شانك ده من التكست اللي انت دخلته له او من الدوكيومنت اللي انت دخلته له، يعمل له امبيدنج. احنا قلنا قبل كده امبيدنج يعني ايه؟ يعني بيحوله لقيم رقميه، التكست يحوله لقيم رقميه ويخزنها فين؟ في فيكتور داتابيز. احنا عرفنا خلاص، ويخزنها في فيكتور داتابيز. طيب بعد كده بيعمل ايه؟ بيبني البرومبت اللي فيه الكونتكست اللي هو عايز يرجعه، وبيحط عليه السؤال، يعني بياخد الكونتكست ويحط عليه السؤال، ويستعمل موديل من الموديلات مثلا اللي موجوده زي جي بي تي 4، ويرد لك باجابه مستنده لمصدرك اللي انت دخلته له. وزي ما قلنا ان هو بيبقى فيه ميموري، يعني اوبشنال ان انت تضيف له الميموري ان هو يفضل متذكر الحديث، وكمان في مجموعه من التولز ان انت تعمل له سيرش او سي ار ام، او تعمل له كالكوليتور، وكمان سيفتي بوليسي اللي هي سياسه الخصوصيه، وهكذا. نتكلم عن الريكومنديشن سيستم، وقلنا ان هو واتكلمنا كمان على انواعها، زي ازاي بيشتغل في الخلفيه في الويب سايت الكبيره زي نتفليكس زي امازون، عشان يقدم لك محتوى انت انترستد بيه. وبعد كده اتكلمنا على دخلنا في عالم ال ام اس، اللارج لانجويج موديل، اللي هو خلت الماشين تفهم اللغه وتعمل جنريت لكلام كانه هيومن كونفرزيشن، يعني زي كلام الانسان بالظبط. وفي الفيديو ده حاولنا نجمع كل الخيوط كده مع بعض، واتكلمنا عن التشات بوت اللي بقى ليه دور كبير في المجالات. فدلوقتي لو عايزين نلخص الموضوع هنقول ان التشات بوت مع استخدام اللارج لانجوج موديل هيديك النتيجه بتاعته هتبقى محادثه طبيعيه زي الانسان بالظبط، كونفرزيشن، هيومن كونفرزيشن. طيب لو استعملنا ريكومنديشن سيستم مع نيورال لانجوج بروسيسنج،
مع natural language processing هيديك اقتراحات او suggestion شخصيه تناسبك انت بس. طيب البيزنس اي اي، زياده المبيعات وتحسين تجربه العملاء وتقليل التكاليف. ولو بصينا حوالينا كمان هنلاقي امثله واضحه جدا زي نتفليكس اللي هو بيستعمل ريكومنديشن سيستم. نتفليكس بيستعمل الاي اي علشان يرشح لك افلام تناسب ذوقك. امازون بتعمل لك ايه اول ما بتفتح الويب سايت بتاع امازون؟ بيقدم لك ماركتينج او تسويق مخصص لكل منتج لوحده. في البنوك مثلا بنشوف شات بوت ذكيه للسبورت بتاع الدعم الفني. الاوبن اي اي جي بي تي ده بيعمل ايه؟ بيحول خدمه العملاء دي لمرحله جديده تماما من التطور، يعني اوتوميشن، كاستمر سيرفيس اوتوميشن. والسمري بتاعنا الحمد لله الخلاصه ان احنا قلنا شات بوت دي بتعمل ايه؟ بتعمل انهانس للكاستمر انتر اكشن، يعني بتعزز التفاعل مع الكاستمر. ريكوماندرز بتخلي التجربه شخصيه اكتر، يعني حاجات ريليتد ليك انت اكتر كيوزر. طيب ال ال ام اس بتعمل ايه؟ لا ده تطبيقات كتير بقى، ترانسفورمر، ناتشورال لانجويج بروسيسنج اند انيبل ادفانسد اي اي ابلكيشن. كلهم بقى مع بعض، يعني الميكس ده كده مع بعض في الخلاط يطلعك في عالم الاي اي ان بزنس. ودي ده كان عنوان المحاضره اللي احنا بدأناها المره اللي فاتت. واتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لكم الويب الكورس ده بمفهوم بسيط، وحاولنا نقول فيه الملخصات من الاول للاخر. اللي عنده اي اقتراح ان احنا نكمل بيه السلسله دي او ان احنا نضيف حاجه للشرح ده وشايف ان هي مهمه فعلا هتفيد الناس، يقترح في الكومنتات. وكمان اللي مش فاهم اي حاجه يسيب كومنت بالحاجه اللي هو مش فاهمها او محتاج عنها شرح اكتر. وانا هبقى مبسوطه جدا ان انا اكمل في السلسله دي ونشرح حاجات اكتر ان شاء الله. وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده نكون وصلنا لاخر السيشن بتاعتنا النهارده. ان شاء الله احنا بدأنا ان احنا